عارفين ايه اللي بيكسر الظهر بجد؟ مش الحمل التقيل، السكينة اللي جاية لك من ايد حد هو من دمك. الو. كان فاكر انها تعدي بسهولة. الصور بعتت لك صح؟ ومش هعرف ايه اللي بيدور. طب بسرعة بقى عشان ما تحسش بأي حاجة. بس للأسف الخيانة طلعت صعبة. بتكلم مين يا احمد؟ ده مش ده ايه انت بتقول له صور واتبعتت لك صح؟ الكلام ده عليا انا؟ لا عليا انا صح؟ حتى انت؟ بتخن انا؟ بتبيعني للي عايز يكسرني؟ فهمني. افهم ايه؟ افهم ايه؟ ده انا كنت عشمانه فيك. افهم ايه؟ ليه بقينا بنخاف من غدر اهلنا اكتر من غدر الغريب؟ ليه بقى القريب ما بيسميش على قريبه؟ اسمعوا الفيديو ده للاخر عشان البيت اللي بيتهد من جوه مش بيعيش فيه حد مرتاح. يا جماعه الاهل دول هم المفروض يكونوا السلاح، يصدوا عنك الدنيا، يضمنوا لك النجاح. بس لما القسوه بتملى القلوب وبتبقى هي اللغه، بنحفر لبعض بدل ما نداري العيوب. الكلمه الطيبه بجد هي اللي بتداوي الجراح، بتحسسك ان العيله ظهر وهي الفلاح. ليه بنستخسر في بعض كلمه سماح وننبش في القديم ونقلب في الوجع اللي راح؟ عدم التقدير بين القرايب ده سم بيداوي بالعشره، بيخلي القلوب اللي كانت بيضة تقسى وتبقى قشرة. العيلة لا هي منظرة ولا عزومة ولا صور في مناسبات، العيلة يعني أشيلك وتشني ونرمي ورا ظهرنا اللي فات. بصوا بقى للوجيعة الكبيرة، لما نعمل في بعض كده احنا بنربي ولادنا على ايه؟ بنربيهم ان القريب عقرب. والله الدنيا بتخلص في غفلة، ومش بناخد معانا غير دعوة حلوة وسيرة طيبة. ولازم تعرف ان الدم عمره ما يبقى مية، بس القلوب اللي صدت محتاجة تتملي بالحنية. لازم نكون ايد واحدة عشان احنا من غير بعض هوا. صلحوا اللي بينكم قبل ما الوقت يسرقكم، وطيبوا الخواطر قبل ما البيوت تضلم. املوا القلوب حنية، ما تسيبوش الزعل ياكل في عروقكم. وقول لي ايه اكتر حاجة واكتر كلمة سمعتها من حد من اهلك فرقت معاك بجد. ما تنساش ان في طفلك بيتعلم ببساطة العيلة هي الامان.